قد وافق شرف على استقالة الشريف، ويتم حاليا بحث البديل الذي سيتولى مهمة رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وكانت حركة الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بإقالة الشريف قد تصاعدت بشدة في الآونة الأخيرة، وخاصة من قبل حركة ثوار ماسبيرو التي طالبت بتحرير وتطهير الإعلام المصري، والمطالبة بإصلاح حقيقي وجذري لاتحاد الإذاعة والتلفزيون مهنيا وإداريا وماليا. ولمناقشة تداعيات استقالة الدكتور سامي الشريف معنا الآن في الاستوديو الأستاذة هالة فهمي المذيعة بقطاع التلفزيون. أهلا بك. أيضا الأستاذ ياسر الشناوي مقرر اللجنة التنسيقية لاستقلال النيل للأخبار. أهلا بك. والأستاذ حسين الناظر رئيس مركز ماسبيرو لدعم حرية واستقلال الإعلام. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. أستاذ حسين، أبدأ من عندك. يعني ما هو تقييمك للفترة التي تولى فيها الشريف هذا المنصب في رئاسة الاتحاد؟ هو البداية بس قبل ما نتكلم عن هذه الجزئية لابد أن نؤكد أن المشكلة في ماسبيرو أو الإعلام المصري ليس مشكلة في أشخاص، وبالتالي أي بديل عن سامي الشريف أو غيره لن يؤتي ثماره طالما لا توجد هناك سياسات إعلامية واضحة تحقق مطالب الشعب المصري في امتلاك إعلام حر ومهني ويلتزم بالشفافية والوضوح المستقيم. جميل، لكن هناك مظاهرات واحتجاجات ظهرت ضد سامي الشريف بالتحديد، لكن هو يقول أنه قدم الاستقالة لأنه لم يجد الدعم الكافي من الحكومة، الدعم المادي، الدعم يعني لم يجد الدعم ولذلك هو استقال. فلماذا هو استقال في رأيك؟ هو استقال لعدم قدرته على تحقيق نتائج إيجابية. أولا لكونه بعيد عن ماسبيرو تماما، ليس مهني ولم يعمل بالإعلام طوال حياته. ماسبيرو يتكون من 12 قطاع مختلف، كل قطاع يعني به الكثير من الإدارات وأيضا العديد من الموظفين، ومهنة شديدة الصعوبة هي مهنة الإعلام، وبالتالي هو لا يملك معرفة جيدة بماسبيرو. اثنين، في فترة عصيبة، يعني هذه فترة عصيبة بعد الثورة، والشعب غاضب من الأداء السيء للتلفزيون المصري والإعلام المصري والإذاعة المصرية طوال أيام الثورة. هو كأستاذ إعلام يدرس نظريات مؤمن بها ولكن لا يستطيع تطبيقها على الواقع، ودي مشكلة الأكاديميين كلهم. يعني هو يتحدث كأستاذ إعلام وكل أساتذة الإعلام يتحدثوا عن مهنية وعن ميثاق شرف إعلامي محترم وعن حرية إعلامية لكن عندما يأتون إلى منصب كهذا هم لا يؤمنون بهذا كله. طيب أستاذ ياسر، يعني كيف تم استقبال هذا القرار باستقالة يعني الأستاذ سامي الشريف من منصبه؟ أولا استقالة الدكتور سامي الشريف وهو أكاديمي نحترم له دوره الأكاديمي، ولكنه كإعلامي تطبيقي لم يكن له إطلاقا في يوم من الأيام مسؤولية عن أي قناة أو أي استوديو، ولم يعمل بالإعلام مطلقا. تم استقبال قرار إقالة أو استقالة الدكتور سامي الشريف باعتباره استجابة لإرادة الإعلاميين المصريين داخل ماسبيرو، وأن هناك كانت حالة من الاحتقان الشديدة نتيجة لأن الدكتور سامي الشريف لم يقدم أي جديد طوال الفترة التي تولى فيها منصبه، سواء على صعيد حل المشكلات المتراكمة على مدى 30 عاما الماضية، لم يقدم أي حلول عملية، ولم هناك حالة من التمييز بين العاملين في الإعلام. هناك سياسات مترهلة وقديمة كانت مرتبطة ارتباطا عضويا بالنظام السابق، وبالتالي كان لابد من تغييره في هذه المرحلة استجابة لإرادة الشباب ماسبيرو. أستاذة هلا، يعني هناك كما قال الأستاذ حسين استياء من بعض الناس من تغطية التلفزيون المصري، ولكن هذه التغطية يعني تغيرت بشكل كبير جدا بعد الثورة. أنت رأيك كده؟ هذا الرأي قطاع كبير من الناس. لا انزلوا الشارع يا جماعة، بيقول لك اتمشى من ضلوعي واتحمى من دموعي واشبع من قلب جوعي تصاحبني في الوطن. لما ينزل ناس وسط الشارع شوفي رأي الناس. الإعلام المصري ما زال لغاية النهاردة يضلل ويحرض على الإرهاب، وهو الوازع للفتنة الطائفية، وهو اللي مدعم للبلطجية لغاية النهاردة. كل الرسالة الإعلامية زي ما قال حسين، قال إن احنا الحكاية مش في شخصنة الناس. يعني ممكن يكون سامي الشريف كان محطوط من قبل ناس ما لمجرد ان هو يعني يتقال باسمه ان هو بيمضي على القرارات، لكن هو لا ليه دعوه بالحكايه ولا ليه بالقرارات ولا اي حاجه، بدليل ان اخر قرار اللي هو بيقول الماده هي اللي عجزته عن تحقيق اشياء. لو جبنا اللي عمله سامي الشريف في ال4 شهور يقدر لمال عام ما حصلش في السنين اللي قبل كده. اخرهم كان بيكتب قرار عشان خاطر يسمح للصحفيين
نقابه الصحفيين ان هم يعملوا في التلفزيون، واحنا عمالين ننادي مش عارفين نشغل الناس اللي جوه. فهو قراراته اساسا ملهاش اي اساس من الصحه، لان في وراه حد بيخليه ياخد القرارات دي. نعم، فإحنا هذا دلوقتي التلفزيون يعني الذي كان في وقت الثورة مسلط الكاميرات على الشارع الفاضي غير كوبري مليء أكتوبر. بالناس على كوبري اكتوبر، لغاية والآن النهاردة. هو في قلب الحدث. ألا تري أن لغايه هذا هو النهارده في تغيير؟ قطاع نيل الاخبار لغاية نيل بيجي لهم الأخبار. اوردر ان هم يشيلوا كل الشرطات بتاعت الثوره. كل لغايه الأغنيات النهارده والصور. المذيعه بتاعت الاخبار بتقول لك انتفاضه، مش بتقول لك ثوره، عشان هي مقتنعه ان هي انتفاضه من الوجوه اللي كانت بتحرض على القتل. دي المفروض ما تظهرش على الشاشه. يعني لو التلفزيون المصري عنده مصداقيه بعد ثوره 25 يناير. تقييمك لفترة تولي دكتور سامي الشريف هذا المنصب؟ هي فتره فاشله، اثبتت فشل ذريع، اثبتت فشل ذريع، لان التلفزيون المصري يتحط له حد من جهات مش عارفه ايه هو التلفزيون المصري. عشان التلفزيون يا جماعه، اتحاد الاذاعه والتلفزيون مش متقلص في مسيره. احنا عندنا مدينه الانتاج الاعلامي، عندنا صوت القاهره، عندنا محطات في اماكن مختلفه. دي كلها دي مؤسسه، مش عايزه واحد اعلامي، عايزه واحد واضع استراتيجيات. يعني حد بيحط استراتيجيه لمؤسسه وبيعيد هيكلتها وتنظيمها وتشكيلها دي من اول وجديد. مش واحد اعلامي فرحان ان هو بيقابل المذيعات، ولا واحد اعلامي فرحان ان هو يطلع في التلفزيون وان هو يتقال عليه رئيس الاتحاد. لا لا لا، الاتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي عايز ينقذ مصر، اللي بيحب مصر فعلا، يجيب حد يضع استراتيجيه واعيه، حد يكون بيحترم انسانيته، بيحترم وعي الشعب بتاعه، بيحترم ان هو المهنيه بتاعته، وبيحب مصر قبل كل شيء. هو ده اللي هيضع استراتيجيه. طب هذه الفترة ماذا بعد دكتور سامي الشريف؟ احنا لا قابلين العسكر مبدئيا، لا لعسكرة الاعلام. وفكرة اعادة وزارة الاعلام، احنا بنتكلم حضرتك ابتديتي في الاول قلت ايه؟ تحرير الاعلام وتطهيره. تحرير الاعلام عكس ان عسكر الاعلام تماما. ان نجيب وزارة اعلام وعسكرها ده ممنوع. استاذ ياسر، انتم التقيتم باللواء طارق المهدي، وكان يعني بعض منكم التقى باللواء طارق المهدي عضو مجلس امناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون الجديد وممثل مجلس الاعلى للقوات المسلحه بالمجلس، ورفضتم عودة وزارة الإعلام باعتبارها خطوة للخلف. خطوة للوراء. نعم. وهي في مصلحة يعني هيمنة الحكومة وأي سلطة موجودة على التلفزيون وعلى يعني الأدوات الإعلامية. طيب ما الجديد؟ يعني ما الذي تريدونه أنتم الآن؟ أنا بالنسبة لنيل الأخبار، أنا التقيت الدكتور عصام شرف بحثا عن استقلال نيل الأخبار، استقلالا ماديا وتحريريا وإداريا. يعني نيل الأخبار هي رأس الحربة في هذه المرحلة، هي التي تعكس الشارع المصري. والحقيقة أنا مش شايف إنها بتعكس إطلاقا الشارع المصري. هي بتبدو للكثير إن في اختلاف عن قبل 25 قبل تنحي الرئيس، لكن للأسف استبدلنا نظام مبارك بنظام آخر، وأصبحت لا تعبر تعبيرا كاملا عن متطلبات الشارع المصري وقضايا وهموم الناس لكن بغض النظر عن نيل الأخبار، يعني كيف يمكن أن تحول هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى جهة مستقلة مثلا؟ يمكن أن تحول كهيئة كتلفزيون البي بي سي. وللأسف احنا اكتشفنا أن هناك عشرات الدراسات التي أهدر فيها ملايين الجنيهات، 14 مليون جنيه أهدرت على دراسات أيام صفوة الشريف وأيام أنس الفقي على تطوير منظومة الإعلام المصري وإعادة الهيكلة، وهو كلها للأسف أثبتت أنها لا تصلح للإعلام المصري. احنا عندنا أكثر من 45 ألف موظف داخل مسبيرو، قطاعات كثيرة جدا، 12 قطاع تقريبا، إضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وصوت القاهرة وشركات كثيرة تتبع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. هذا الكم الهائل والمتضخم والمترهل من هذه المنظومة التي لم تقدم شيئا للإعلام المصري، وفقدت الريادة التي كانوا يتحدثون ويتشبقون بها طوال السنوات الماضية، لا تحتاج إلا إلى استراتيجية كما تحدثت الأستاذة هالة، استراتيجية واضحة المعالم لخبراء في مجال الإعلام والاقتصاد والقانون وحتى علم الاجتماع كمان. يعني مش فقط، لأن الإعلام كل لا ينفصل عن المجتمع المصري بمكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. طيب معي الآن الأستاذ شريف محمد، مخرج بالتلفزيون المصري. أستاذ شريف اتفضل. أهلا وسهلا. أستاذ شريف، يعني كيف استقبلت خبر استقالة دكتور سامي الشريف؟ طبعا بسعادة، لأن ده كان مطلب لينا من 3 من ساعة ما ابتدينا اعتصامنا في الأخبار، فكان ده مطلبنا يعني، واحنا من ساعتها عاملين على الاعتصامات بتاعتنا الشأن يعني، لأن السيد سامي الشريف
افسد التلفزيون في الفتره البسيطه اللي قعد فيها في التلفزيون اكتر ما افسد التلفزيون في 30 سنه. يعني شخص يفتقد اتخاذ القرار، شخص يفتقد لا، الرؤيه. كيف هو أفسد في 4 أشهر يعني أكثر من ما فسد التلفزيون المصري على طوال 30 عاما؟ يا فندم، يعني أنت تقول الآن أنه في 4 أشهر كان هناك يعني فساد أكثر من الفساد الذي كان موجود على طوال 30 عاما، فأنا أريد منك أن توضح ذلك. تمام. يعني هو لما يكون في 4 اشهر نبص نلاقي، وبعد الثوره نبص نلاقي القيادات، هو بيختار قيادات لها ملفات فساد وياتي بها تاني مره تانيه وتمسك قنوات ومراكز في التلفزيون. دي مصيبه سوداء. يعني الثوره قامت ضد الفساد، وما بعد الثوره ياتي سامي الشريف بفاسدين. دي كارثه، دي مصيبه. نعم. طب ما الذي عن فقرة هذه نتحدث عن ماذا بعد استقال الدكتور سامي الشريف؟ والله هو لابد من بداية حقيقية بقى للإعلام. يعني لازم نعطي فرصة حقيقية للمواهب والقدرات طيب، ما شكل هذه الفرصة الحقيقية التي تتحدثون عنها؟ يا فندم؟ ما شكل هذه الفرصة الحقيقية التي تطالب بها أنت؟ ما بقول لحضرتك لابد من إعطاء فرصة حقيقية للمواهب والقدرات الحقيقية في المبنى وهم كثيرون. يعني ما فيش مانع أبدا من عمل لجان اختبارات جديدة مثلا على سبيل المثال مخرج للمخرجين. احنا عندنا مخرجين عظام امثال علي بدرخان، امثال الأليوبي، وامثال محمد خان. يختاروا المخرجين اللي حقيقيين، لان خلال صفوة الشريف وفترة رئاسة صفوة الشريف وأنس الفهي دخل كمية كثيرة جدا ممن يمارسون المهنة وهم غير مهنيين حقيقيين. طيب، أشكرك محمد شريف محمد، وضحت النقطة. معي الآن إخاء شعراوي صحفي. الو. أيوة، مساء الخير. مساء النور. إخاء شعراوي صحفي من جريدة الخميس. اتفضل. طبعا أنا عارف معاكي أستاذة هالة فهمي وأستاذ حسين الناظر. بالضبط. أستاذ ياسر الشناوي كمان. ومين؟ أستاذ ياسر الشناوي. ياسر، أهلا من أستاذ قطاع ياسر. الأخبار. اهلا بيك. طيب، كيف وجدت استقالة الدكتور سامي الشريف أستاذ إخاء؟ هو طبعا الفضل يرجع في ده لائتلاف الإعلاميين المصريين. الناس فعلا تعبوا جدا في إن هم يقدروا يوصلوا لده. مين هم ائتلاف الاعلاميين المصريين دول؟ ائتلاف، لا انت كده بتلغي الثوار اللي من شهر مارس، اللي بينتهوا من شهر مارس. متواجد في المبنى 24. لا يا عم العفو، انا لا اقبل انك انت تنسب جهد ناس 4 شهور لناس غير معلومين للمجتمع. لا انا اعترض. استاذ اخاء، انا احتراما ليك انا اعترض. أرجو أن أعطي فرصة فقط اعترض بقوة بداية القصيدة. أستاذ إخاء اتفضل. اوكي، بس فانا عايز اقول ان هم فعلا الناس دي تعبت. هم عددهم 14,000. مين انتوا؟ يضموا القنوات الاقليميه والقناه الاولى والقناه الثانيه، ويضموا ناس من القنوات المتخصصه وقطاع الهندسه الاذاعيه. فعلا كان ليهم الفضل في الضغط على المجلس العسكري. وايه التحركات اللي عملوها؟ انتوا التحركات اللي عملوها تقطعوا على باب سامي الشريف عشان تطالبوا بطارق المهدي. قصتنا دلوقتي في أستاذ إخاء. معقول اول مرة اسمع عنها. انتوا كنتوا بتطالبوا سامي الشريف عشان تدخلوا طارق المهدي. انت معايا وعارف اعلم. عيب حضرتك انك بتلغي مجهود ناس بقالها فقط شهور. فقط تسمعوا من البداية، فقط تسمعوا. عيب. انا مش عيب. كصور مسبيرو. ولا أستاذة نقبل. هلا، فقط نسمعوا إذا سمحتي. أستاذ إخاء اتفضل. انت لا تقبلي يا استاذه هاله انه الناس دي مالهاش فضل في ده؟ لا طبعا لا اقبل. لا أستاذ هلا، يعني إذا سمحتي. ايوه يا فندم. أيوة. انا الائتلاف انا اول مرة اسمع عنه من حضرتك دلوقتي يا استاذ إخاء. طبعا الائتلاف، لا انتوا ممكن تسالوا المجلس العسكري. لا احنا مالنا بالمجلس العسكري، احنا لينا احنا المجلس العسكري. أشكرك إخاء شعراوي. 4 ايام احنا قاعدين 4 شهور. انت أستاذة هلا، يعني هل الموضوع الآن هو من قام بهذا الجهد؟ طب لماذا تقاطعينه؟ لان هو بيقول حاجه مش حقيقيه. لا، أرجوكي نسمعه. انتوا قعدتوا 4 شهور ما عملتوش اي حاجه. لا ما اسمحلكش كمان تقول كده كمان. أستاذة هلا إذا سمحتي، يعني لم أسمع شيء. لا ما اسمحلكش تقول كده حضرتك.
لا انت كده بتنفي انت مجهود كده بتتعدى على اي مجهود ابتدع يعني هذا الائتلاف اول مره حد يسمع عنه اطلاقا. مين انتوا؟ ما حدش يعرف عنكم اي حاجه. مين الائتلاف انتوا ده؟ خلاء على المبنى. يعني ايه الكلام ده اللي انت انتوا لا بتقوله؟ انتوا ما احترمتوش اهل المبنى اساسا. انتوا دخلتوا بيتنا من غير ما يعني ايه تحترمونا. 14000 هو ده الحزب الوطني ولا انتوا ايه؟ مين؟ انتوا تبع امن الدوله. انتوا تبع امن الدوله يا تبع الحزب الوطني. هو ده الحزب انتوا الوطني تبع امن الدوله يا تبع الحزب الوطني. على المداخلة، لكن هنا يعني هنا السؤال يعني ده حاجه وهميه بس أنا ممكن لماذا تعترض؟ لماذا تعترض لأنه قام بجهد اللي بتعاني منه؟ لا دي بتعاني منه البلد. احنا عايزين نوضح للناس من خلال الاعلام يا جماعه خلي بالكم في كل قطاع في البلد في شويه ناس محسوبين على الائتلافات وهم مش من الائتلاف، دول من امن الدوله وبيكسبوا الاموال وبينسبوا البطولات لنفسهم. ارجوك يا جماعه خلوا بالكم. وكل المسؤولين في مسبيرة لسه النهارده انا لسه هو بطولة أنت قمت بها أو لا قام مش بها بطولة. إذا سمحت حتى نوضح للمشاهد يعني الآن الموضوع يعني مبهم للغاية. يعني هل الموضوع هو كان المشكلة مع دكتور يعني سامي الشريف، ولا مشكلة انه هو مين اللي مشى سامي الشريف؟ لا لم تتوحد الجهود يعني بينكم وبين يعني كلمة السؤال اللي سألته له يجاوب عليه، لكن ما يقعدش بقى ينسب لنفسه انتصارات وهمية. دول ناس انت مين؟ انت مين؟ عيب اساسا لما تطلع انت واحد بره مسبيره وتنسب لنفسك فضل انك انت عملت مجهودنا اللي بقالنا 4 شهور. ناس بتعتصم وتضرب على الطعام وتموت وتديها المسدسات وتقابل عصام شرف وتقابل مجلس عسكري. لا مين اللي مسلطك؟ مين اللي مسلطكم؟ انا قبل ما اتكلم انا عايز اولا اتفق معاكي في اهميه. انا بوجه رساله لكل الائتلافات والحركات الاعلاميه. نحن نسعى منذ بدايه اعتصامنا من يوم 8 مارس الى جمع وحشد جميع الاعلاميين تحت سقف واحد وتحت مظله واحده وتحت نقابه واحده. يعني امامك مثلا انا اول ما اسست موقع على الفيسبوك اسمه اعلاميون ضد سامي الشريف او فرد، ثم لما وجدت مجموعه من الزملاء يعني منهم الزميله هاله فهمي. لا مش كده، انا ما قلتش كده. لا انا ما قلتش كده. يعني اصل عيب لما يكون احنا اصحاب يعني واحد يطلع يقول انا اللي عملت. احد يريد ان يوضح وجهة نظره كان يجب ان نسمعه. هذا الشرط ونحيي كل الجهود التي سندت ووقفت ونطالب بالتكاتف ان قضيتنا لسه مستمره. نحن ليس قضيتنا سامي الشريف ولا من ياتي بعد سامي الشريف. نحن قضيتنا في مستقبل مهنه، مستقبل إعلام مصري لابد أن يتكاتف فيه جميع الإعلاميون. مستقبلنا في نقابة تجمع جميع الأطياف حتى الذين يعملون في القطاع الخاص. طيب كنتوا تتحدثون منذ قليل أنه الموضوع مش موضوع شخص ولا فرد. لا طبعا الموضوع أكبر من ذلك، ولكن الآن الموقف تغير. هو مين اللي مشى الشخص ده؟ يعني هذا الخلاف دي مش قضية يعني وجود يعني احنا من أول ما بدأنا الاعتصام ونحن ندعو الجميع لمساندتنا. حركة الثوار المصرية التي نظمت احتجاجات ووقفت وقفة كبيرة جدا ونجحت في ان هي تمر بمراحل كبيرة جدا. الاعتصام بتاعنا مرورا بإقالة المناوي وإقالة انتصار شلبي وإقالة نادية حليم وأيضا المطالبة بالمزيد من الإقالات. هدف الحركة أيضا هو جمع شتات الإعلاميين الذين تفرقوا وراء الآن بعد هذا كله. طيب الآن بعد دكتور سامي الشريف أستاذ ياسر، يعني هل لديكم استعداد للتعاون مع مجلس الأمناء الجديد؟ مجلس الأمناء الجديد غير المجلس الحالي. والله هو يعني ده مش قرار الحركة فقط لا غير. يعني احنا محتاجين لمجلس أمناء يكون أمين على رسالة الإعلام المصري ودور الإعلام المصري في المرحلة اللي جاية. مش بالضرورة كل المجلس الأمناء يكون شعراء وكتاب وصحفيين احنا ما فيش مانع يكون في ممثلين من مختلف الطوائف الإعلامية سواء كان شعراء أو كتاب، ولكن إبناء المكان ما فيش حد منهم ممثل إلى الآن. يعني أنا أعتقد أن الأستاذة درية شرف الدين فقط لا غير، الدكتورة درية شرف الدين. غير كده احنا محتاجين داخل هذا المجلس اساتذه في القانون والاقتصاد يقدروا يصيغوا منظومه اعلاميه متكامله في المرحله اللي جايه، والكتاب والصحفيين والاعلاميين مسؤولين عن سياسه تحريريه او سياسه اعلاميه لمسيره في المرحله القادمه. ما هي مقترحاتكم؟ نعم استاذ. انا لي راي بس في مجلس الامناء باختصار اذا سمحت في رئيس الاتحاد الجديد. لا انا لي راي بس في مجلس الامناء الاول. مجلس الأمناء الذي تم يعني الإعلان عنه من فترة قريبة
به أسماء محترمة طالبنا بها جميع العالمين، بالذات حركة الصور المصرية طلبت بوجود حمدي قنديل، وجود حافظ مرازي، وجود سكينة فؤاد، وجود فريدة الشباشي، وجود سلام أحمد سلامة، كلها فاروق جويدة، كلها رموز كلها ورموز. لكن هذا المجلس مطالب بتفعيله، أن يكون له دور محدد وواضح في رسم السياسات الإعلامية. وأيضا أنا أطالب بأن لا يكون رئيس مجلس الأمناء القادم واحد فرد، أنا أطالب بأن يكون هناك مجلس لإدارة شؤون التلفزيون في الفترة الحالية، لأنها فترة شديدة الصعوبة، فيها الكثير من الفساد الإداري، تحتاج حد إداري يكون موجود في مجلس الأمناء، محتاج حد مالي أيضا يكون موجود في مجلس الأمناء، محتاج حد قانوني يكون في مجلس الأمناء، محتاج حد مهني يكون في مجلس الأمناء. فأنا أطالب رؤيتي محددة وواضحة، هي وجود مجلس أمناء يعني من 3 أو من 5 يقودوا دفة مسبيرو في الفترة الانتقالية الحالية. طيب أنا أعتذر ضيق الوقت، أشكرك أستاذ حسين الناظر رئيس مركز مسبيرو لدعم حرية واستقلال الإعلام. أشكرك أستاذ ياسر الشناوي مقرر اللجنة التنسيقية لاستقلال النيل للأخبار ورئيس تحرير برامج أيضا في النيل للأخبار. أشكرك أستاذة هالة فهمي المذيعة بقطاع التلفزيون، شكرا جزيلا. أشكركم أنتم أيضا مشاهدين، فاصل قصير، ابقوا معنا. وشارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشر. رأيك قد يصنع قرار.